مساء الفل عليكم يا شباب. دلوقتي قاعد في مكان، يعني انا اول مره اكتشفه. اتضح ان في فود كورت اصلا فوق في سيتي سنتر ديرا. بس الفيو بقى رايق. وادوني طلبت اكل كده ب 22 درهم فرتكه النهارده. وادوني البتاع دي، قال لك لما اهي فوق اهي. قال لك لما الاكل بتاعك ينتهي هيتهز، يعمل فايبريشن يعني. الفيو عامل ازاي؟ بل بقى ما الاكل يجي خلينا اتكلم معاكم. كنت عايز اتكلم معاكم في حاجه. هو انا ازاي اشتغلت او عملت شيفت كارير من التمريض ل اللي انا او الدور سيلز في الامارات. الحمد لله انا كنت ممرض شاطر جدا في مصر. مش شاطر عشان دراستي، انا معهد فني تمريض جامعه اسكندريه. معهد ده سنتين ما بتدرسش حاجه فيه، بس الحمد لله الواحد اشتغل على نفسه وذاكر. ده كان بسبب اللي انا جيت في مره اترفضت في انترفيو، فقلت لا، لازم اكون انا الحمد لله يعني متعود طول عمري اللي انا ابقى مختلف في اي حاجه بدخل فيها، يعني في اي مجال. فالمهم دخلت خلصت جيشي وطلعت كملت شغل، وكنت بسعى في طريق السفر لانجلترا. وكان فاضل لي على خطوه السفر بتاعت انجلترا اللي هي اللغه. دخلت الايلتس 4 مرات، ما جبتش السكور اللي انا عايزه. كنت بجيب 6.5 كل مره. اخر مره نزلت شويه جبت 6 بس جايب 6.5 مرتين. 6.5 في الايلتس يعني حاجه عاليه جدا الحمد لله يعني. بس هي كان برضو كل الامتحان مش اسهل حاجه يعني. فبعد محاولات كتير في الايلتس، وكان كل مره بخش ب 7-8 آلاف جنيه، فخلاص ان انا استنزفت ماديا ونفسيا. لان نفسيا الفتره دي انا كنت متدمر، لان كانت حياتي كلها كانت واقفه على السفر وخلاص. وانا اخد قرار السفر انا قلت بعد يا دوبك بس شهرين بعد الجيش هكون انا سافرت خلاص. والموضوع دخل معايا في اكتر من سنة ونص، يعني عدى السنة ونص. فقعدت احاول اشوف ايه البلاد اللي انا اقدر اسافرها، ايه اسهل بلد اقدر اسافرها. طيب كان قدامي اوبشن الامارات، اوبشن السعودية، اللي انا اسافر جورجيا، ارمينيا، مش عارف ايه البلاد اللي هي بدور على يعني بلاد تأشيرتها سهلة. ف قلت خلاص طب اسافر السعوديه، عشان كنت اعرف في ناس هناك هتظبط لي سكن وظبط لي الدنيا. التاشيره كانت صعب اللي انا اخدها في الفتره دي، وكذا كذا حد نصحني ما تقدمش عشان هتخسر فلوس كتير. وبالفعل قلت خلاص انا قررت على الامارات. حصلت مشكله في التاشيره، قدمت في مكتب و2 الحمد لله تاشيرتي اتقبلت. ما بقتش مصدق يعني. انا قلت يعني اللي هو ايه ده، خلاص انا معايا تاشيره فعلا. فقلت خلاص انا هتوكل على الله اسافر الامارات. طب ما تحضر داتا فلو بروماتريك وتصنيف وبتاع. انا ما كانش عندي استعداد اللي انا ابدا البروسيس دي من اولها وجديد، يعني اللي انا اخش تاني وامتحن تاني. خاصه ان انا حوار انجلترا ده استنزفني خالص. قرار السفر الحمد لله حجزت تذاكر وجيت. نزلت بالسلامه، قعدت ادور الف في الشوارع. كنت بدور في كل الشغلانات. كنت عامل تقريبا 5 سيفيهات: واحد ويتر، واحد كاشير، واحد كاستمر سيرفيس، واحد كول سنتر، واحد تمريض، في كل حاجه تتخيلها. وعملت في الريل استيت في اخر فتره كده، بس ما قدمتش في الريل استيت كتير لان انا كنت ببعت انا اي حاجه فيها سيلز وتارجت. ودلوقتي انا شغال سيلز بتارجت. لفيت قدمت كتير اونلاين. كنت يعني بصحى من 5 الفجر او 6 الصبح، بكون خلاص انا صاحي. كنت اقعد اقدم الايميلات، كل الايميلات اللي معايا، واقدمهم كل يوم. يعني انا مثلا معايا 50 ايميل النهارده، بكره هيبقى معايا 70-80 ايميل. هقدم بكره ال 70-80 ايميل، بعده هقدم 100 ايميل. فبقدم اللي انا قدمت فيه امبارح، وهقدم اللي انا هجيبه النهارده وهجيبه بكره، لحد ما ربنا كرمني الحمد لله. لقيت شغل. كانت في اخر يعني عدى شهر ما كانش بيجي لي غير انترفيوهات فيك. طبعا كلكم هنا عارفين الانترفيوهات الفيك وكده. فعدى شهر، فقلت خلاص بقى يعني الموضوع بدأ يبقى لا متأزم بالنسبة لي. وأصعب فترة هتمر عليك في حياتك أقسم بالله أول 3 أيام في البلد دي، أو أول 3 أيام في أي بلد غريب. هتقول أنت عملت في نفسك ليه كده؟ طب أنا صح؟ طب أنا غلط؟ طب عايز أرجع عشان ألحق الوظيفة الحكومية اللي أنا سبتها. أنا أصلا كنت موظف حكومة وسايب حكومة منقطع يعني للناس التمريض يعني. والحمد لله يعني الدنيا بدأت تتظبط. باختصار الترانزيشن من ازاي اللي انا كنت تمريض، وكنت الحمد لله تمريض شاطر جدا، وكنت خلاص وصلت ان انا يعني سينيور في مكاني، واللي انا بقيت سيلز. طب انت ليه سبت ده وجيت ده؟ وخاصة مجال الطب هنا
يعني حاجه مرموقه قوي، يعني حاجه من الحاجات العاليه جدا. المجال الطبي هنا حتى كل الناس هنا بتحسد المجال الطبي، والمهندسين هنا شغلهم، المهندس الشاطر هنا بيبقى شغله ما شاء الله اكبر عليه. خطوه كبيره، ريسك كبير، بس الحمد لله انا مبسوط ان انا خدت الريسك ده وبس. وهو الاكل اتاخر ليه؟ الاكل اتاخر ليه بقى؟ الفيو يا جدعان اقسم بالله الفيو جامد. انا بقالي 3 شهور في المكان هنا، اول مره اكتشف المكان ده، يعني حرفيا اول مره اكتشف. النهارده فرتكه 22 درهم، بس قلت اتغدى بقى ب 22 درهم بدل مشروب لي مشروب 22 درهم. عايزين نحاول نجيب اي مشروب كده. الاكل جه بس خلاص. طب اتك ازاي؟ ادي الاكل يا سيدي جه. خلينا نحط بس النضاره. وجبه ب 22 درهم فرتكه. راجع على الجاكيت. ايوه على الفيو الرائع ده. بس انا موريكم انتوا الفيو، بعد كده انا هقعد بقى الناحيه التانيه. شوكه وسكينه، شوكه وسكينه. بحس ان انا إليجون. يعني عايز ادوق بس اللحمه لوحدها. اهي قطعه اللحمه، بص عامله ازاي. هي دي مش لحمه اصلا، دي فراخ رايقه. انا عايز اشوف بقى ايه الصويا صوص. يا عم هو ده الصويا صوص. طقط دي هنا كده اهي. مش عارف ان انا بعمله ده عك ولا لا. لا جامد. ودي يا شباب كانت رحلتي من ازاي انا عملت شيفت كارير من التمريض لسيلز في الامارات. السلام عليكم.